سنتين كاملين مش عارفين نرد على سؤال: امتى ثراء هتعمل تركيبه جاهزه للشعر؟ ويمكن ده كان اكتر سؤال بيوصل لنا طول الفتره اللي فاتت. اهلا بيكم، انا محمد سليم، المدير التنفيذي لشركه ثراء. كان اسهل قرار ان احنا نعمل تركيبه جاهزه للشعر بسرعه، نخلط زيوت معروفه وننزل منتج جديد في وقت قصير، لكن مش ده اللي احنا كنا عايزين نعمله. لان اي حاجه هتحمل اسم ثراء لازم تستحق الثقه دي، خصوصا ان زيوت ثراء بفضل الله حققت ثقه ومصداقيه عند عملائنا. وفي اغسطس 2024 بدات اول رحله لانتاج منتج متكامل. اول عينه بدانا نجرب، نراجع، نغير، وكنا فاكرين اننا قربنا نوصل، لكن الحقيقه كنا لسه في اول الطريق. اول عينتين اترفضوا لان دي مش افضل نتيجه نقدر نوصل لها، وبدانا من جديد. ابريل 2025 بدانا شغل مع فريق جديد، خبرات اكبر، وبحث وتطوير اعمق. ذاكرنا افضل المنتجات الموجوده عالميا، رجعنا الدراسات والزيوت والمواد الفعاله، وخرجت عينه جديده. لكن القرار كان واضح: لا، مش دي. هنبدا من جديد مع فريق جديد لان ما وصلناش لافضل تركيبه نقدر نوصل لها. وفي يونيو 2025 بدأ يظهر أول بصيص أمل، تركيبة نتائجها الأولية مرضية جدا، لكن ما اكتفيناش بيها وعملنا بعدها 3 تركيبات إضافية واستقرينا على أفضل واحدة فيهم، وكنا مستعدين إن احنا نبتدي في التصنيع. لكن حصل شيء غير مسار الرحلة بالكامل. في يوم جالي اتصال من دكتور متخصص قال لي: أنا متابع ثراء بقالي فترة ومبسوط ومبهور جدا بالأداء والجودة اللي انتوا بتعملوها، بس عندي سؤال، هل عندكم زيوت مستخلصة بالCO2؟ وهنا كل حاجه بدات تتغير، لاننا اكتشفنا ان احنا قدام واحده من اكتر تقنيات الاستخلاص تطورا في العالم. تقنيه بتساعد على الحفاظ على المركبات الفعاله داخل النبات من غير استخدام مذيبات قويه، وبتنتج مستخلصات عاليه التركيز والجوده. وفي اللحظه دي كان قدامنا قرارين: يا اما نفضل نكمل بالتركيبه اللي وصلنا لها، او نرجع خطوه لورا ونعمل تركيبه اقوى واعلى. واخترنا الاصعب. قررنا استخدام الروزماري المستخلص بتقنيه سوبر كريتيكال CO2 رغم التكلفه الكبيره وصعوبه الوصول لمورد نثق فيه. اكتوبر 2025 ظهرت النتائج لتحليل روزماري CO2، واللي شفنا فيه تركيز وتنوع في المركبات الطبيعيه مبهر مقارنه باي طريقه استخلاص ثانيه. واختبرنا المنتج مع 10 اشخاص، والنتائج اللي وصلت لنا منهم كانت اللحظه اللي خلتنا نحس اننا وصلنا اخيرا لمنتج كان حلم لكل اللي بيعانوا من تساقط الشعر. وبعد ما خدنا ترخيص وزاره الصحه على المنتج، اخيرا بعد 2 سنين بقينا قادرين نرد على الرساله: متاح يا فندم، تقدر تطلبيه دلوقتي من على الويب سايت.